انتشرت في الآونة الأخيرة لعبة الكلاش بين جميع فئات الشعب، وبالأخص بين فئة الشباب. لذلك أود أن أبين الحكم الشرعي في هذه القضية من جهتين. الجهة الأولى قضية اللعب بها. سماحة السيد لم يصدر منه ترخيص في أصل اللعب بهذه اللعبة، لذلك اللي يريد يعني يرجع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم في الأعلم، يعني إما يحتاط ويترك اللعب بهذه اللعبة أو يرجع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. بالنسبة لقضية البيع، الجهة الثانية وهي قضية البيع، البيع غير صحيح، بمعنى أن هذه المعاملة لو وقعت تعتبر باطلة لا يترتب عليها الأثر. يعني لو البائع هذا قبض ثمن هذه اللعبة اللي مثلا لعب في مرحلة وباحة، هذا الثمن اللي قبض 10,000 15,000 20,000، هل يعتبر ملك له؟ كلا، هذا ما يعتبر ملك له، فعليه أن يرجع هذا المبلغ إلى الشخص الذي اشترى منه هذه اللعبة، باعتبار أن هذه اللعبة غير صحيحة.